انك توصل لتصميم معماري نهائي عملية طويلة جدا وبتاخد كتير جدا من الوقت والمجهود، وده مش لان الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها او الطريقة اللي المجال ده بيشتغل بيها فيها مشكلة. دي تقدر تسميها حاجة كده اللي هي حكمة المجال نفسه. كل حاجة بتتعمل حوالينا حاليا بقت بتتعمل بسرعة رهيبة جدا، ما بقيش فيه غير اول خطوة واخر خطوة، البروسيس اللي في النص بالكامل احنا ما نعرفوش. حتى تاريخ نزول الفيديو ده المصطلح ده لا ينطبق على مجال الهندسة المعمارية، ومن المفترض ما ينطبقش برضو على اي مجال كرياتيف بروفيشنالز بشكل عام. نبسط اكتر مصطلح مشروع معماري من خلال اللي احنا نقول عميل بيدور على متخصص علشان خاطر يحقق له الفكرة بميزانية معينة. وهنا يجي السؤال، هو انت كمتخصص بتعمل ايه؟ اولا ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة لتفكيرنا، وهي ان انت تدرس كيس ستادي. الخطوة دي بتبان اهميتها في ان هي بتعمل شحذ لمهاراتك الذهنية اللي موجودة بالفعل، ودي دايما بتساعدك وانت في بداية اي مشروع جديد. لكن مثلا الكيس ستادي بالنسبة ليك لو انت طالب، فهي فكر فيها بان هي الدرع اللي بيحميك وانت بتناقش المشروع بتاعك. بمعنى مثلا انت لو المشروع بتاعك كطالب بيحتوي على فكرة انشائية مميزة او فكرة انشائية جديدة، الدكتور بتاعك اللي بيناقشك مجرد ما هيلاقيك في الكيس ستاديز اللي انت جايبها مش عارض فكرة الجزء ده، على طول هيبدأ يقول لك دي حاجة ما تتنفذش. واول ما قال لك كده انت ما عندكش الرد المناسب، فكده المشروع بتاعك غلط. مش غلط علشان الفكرة دي ما تتنفذش، لكن غلط علشان خاطر الفكرة دي مش هتتنفذ من قبلك انت. فانت حاول دايما كطالب الكيس ستادي تفكر فيها بان انت كل ما يكون عندك فكرة معينة في المشروع بتاعك حاول تشوف كيس ستاديز مشابهة للحاجات اللي انت حاططها. في 7 مراحل أو 7 خطوات المشروع بيعدي بيهم علشان يوصل في الآخر لنتيجة صحيحة. بالنسبة لينا وإحنا طلبة إحنا بنكتفي بأول 3 خطوات بس، اللي هو البري ديزاين وسكيماتيك ديزاين وديزاين ديفلوبمنت، وممكن نضيف عليها خطوة الفاينل برودكشن لأن أنت برضو البرزنتيشن يهمك بشكل كبير جدا كطالب. وطبعا مش عايز أبعد عن إن إحنا بنتكلم في الفيديو ده عن أهمية الرسم اليدوي بالنسبة لينا كمهندسين معماريين. الرسم اليدوي بشكل عام هو العصب بتاع أول 3 خطوات. طبعا كل مرحله من دول المنتج النهائي بتاعها بيكون حاجه ديجيتال شويه، بس ده عشان خاطر المنتج الديجيتال بيكون مور بريزنتبل اكتر من ان انت ترسم باسكتشات. طبعا لو كنت قوي في الاسكتشات مفيش اي مانع انت تعرض شغلك بالكامل سكتشات. الخطوة دي بمثابة ان انت بتتعرف على المشروع وعلى العميل. الهدف من الخطوة دي ايه؟ انك تفهم رغبة العميل في المشروع، تعرف الشكل والستايل اللي التصميم هيتوجه ليه، وطبعا دراسة واضحة لموقع المشروع والمحددات بتاعته. المنتج النهائي اللي المفروض يكون معاك مع نهاية الخطوة دي، وبالمناسبة الخطوة دي بتاخد من اسبوعين ل4 اسابيع على حسب المشروع. انت بتتكلم في مشروع من بيت صغير مثلا دور 2 3 حتى انتهاء بمول تجاري، وده اللي هو بأبسط معنى عدد الفراغات ونوع الفراغات اللي موجودة في كل طابق. بمعنى مثلا لو منزل سكني فانت عندك في كل دور كم غرفة نوم، الصالات، الاستقبال، الحمام، المطبخ، الكلام ده كله العدد بتاعها. وبرضه حتى مثلا لو في مشروع كبير زي مستشفى او مركز ثقافي او مركز تجاري، كل دور بيحتوي على عدد الفراغات اللي موجودة فيه ايه ونوعها ايه. سايت اناليسيس وده اللي انت بتدرس فيه الارض والحاجات اللي حواليها والطرق بتاعتها، ودي حاجة اتكلمنا عنها بالتفصيل في فيديو قبل كده. الزونينج ودي اللي انت فيها بتقول ايه الفراغات اللي بتخدم على بعضها ومن الفراغ اللي مهم يخدم على مين. مثلا يعني في المنازل السكنيه لو في ماستر بيدروم فانت بيكون في حمام خاص بيها غير الحمام الرئيسي بتاع الشقه. طيب اوكي، انا خلاص عرفت الخطوه الاولى وعرفت المطلوب مني فيها، احققه ازاي؟ مثلا عندك قطعه ارض ابعادها صغيره والعميل بيقول لك عايز 5 غرف نوم في كل دور وحمام خاص بكل غرفه وكل غرف شايفه البحر والصحراء، حاجات فانتازيا. فمن المفترض مين اللي بيتحكم في حاجه زي كده؟ المعدلات الوظيفيه والكود المحلي لكل منطقه. والاشتراطات والقوانين دي مش محطوطه غير لسببين بس، الاول علشان صحه وسلامه المستخدم قبل الاستخدام بشكل سليم. بمعنى مثلا لما يجي يقول لك ان المانور مساحته كذا واصغر ضلع فيه 7 متر، فده مش علشان خاطر انت تاثر فيه او تصغر فيه او علشان خاطر هو يضايقك في المساحه اللي سايبها لك، هو علشان خاطر انت باني عماره 12 دور، فالاضاءه والتهويه الطبيعيه هيوصلوا ازاي للدور الارضي الا من خلال منور بالمساحه الكبيره دي. فدايما المعدلات بتتحسب علشان خاطر كفاءه المشروع ككل. وكنا اتكلمنا بشكل مفصل عن اهميه المناور والاضاءه الطبيعيه والتهويه الطبيعيه سابقا.
اول حاجه لازم تعرفها في الخطوه دي هي ان الخطوه دي بالاخص ليك انت كمهندس معماري، مش للانستا او ان السكتشات بتاعتها تبقى شكلها كويس علشان خاطر تتعرض. ودي فكره بلاقيها مريحه بالنسبه لي، لان هي بتحررك من ان انت السكتشات بتاعتك تبقى بيرفكت، وتخليك اكتر تركز على ان الفكره تطلع بشكل سليم. الهدف من الخطوه دي حاجتين، اول حاجه هي ان انت تستكشف اكبر كميه افكار ممكنه عن المشروع بتاعك. الحاجه الثانيه وهي ان انت تبدا تعمل اقصاء للافكار اللي ما كانتش مناسبه، وتبدا ترشح لنفسك الافكار الانسب عشان تبدا تطور فيها. وفي الجزء ده هيجي دور السؤال اللي انا بنيت على اساسه اصلا الفيديو ككل: ايه اهميه الرسم اليدوي بالنسبه لينا؟ اولا علشان مخك يبدا يفكر بشكل متمهل شويه، علشان تقدر من خلاله تطلع افكار مناسبه اكتر وتليق اكتر بالمشروع اللي انت شغال عليه. انك تستخدم ايدك في الخطوه دي حاجه بتخلي معدل تفكيرك ومعدل رسمك على الورق بيبقوا ماشيين بنفس المعدل، فالافكار بتبقى طالعه بشكل سليم وبشكل متيسر، وطبعا بشكل اوضح ده لو سكتشاتك كانت كويسه. على عكس مثلا لو انت تنازلت عن الخطوه دي وبدات على طول تدخل على البرنامج الاوتوكاد، سواء الاوتوديسك اوتوكاد او الاركيكاد او ايا كان البرامج ال2 دي اللي انت بترسم عليها. في البرامج ايه اللي بيحصل؟ كل خطوه وكل خط انت عايز ترسمه، كل فكره انت عايز ترسمها بتتكون من مجموعه من الخطوط دي علشان ترسمها محتاج مجموعه من الادوات. فانت كده خليت فيه ما بين ان الفكره في ذهنك وان الفكره تبقى موجوده على الورقه في خطوات زادت بقت موجوده، فالكرييتيف بروسيس بتاعك بقى صعب شويه بالنسبه لدماغك وايدك. والمشكله دي بتكون مش علشان انت خاطر مثلا مستواك لسه مش قد كده في البرامج ال2 دي، لا طبعا هي انت حتى لو عندك خبره 100 سنه في البرامج ال2 دي، هي المراحل بتاعتها هي ما بين تفكيرك وما بين ان الفكره تطلع في خطوات، سواء انت بتعمل الخطوات دي في ثواني او بتعمل الخطوات دي في ساعات. على عكس الرسم اليدوي ان انت بتطلع الفكره وبتطورها ومفيش اي خطوات في النص، مجرد بس حاجات تلقائيه انت بالفعل اتعودت عليها. مجرد ما الفكره بقت موجوده في ذهنك بدون اي تكلفه وبدون اي مجهود، بقت موجوده على الورق قدامك، فتقدر ان انت تعمل عليها نقد. وده اللي بيخلي مكانه السكتشات بالنسبه لنا ان هي عباره عن فيجوال ثينكينج، انت من خلاله بتطلع الافكار اللي في ذهنك. دايما في السكتشات الاوليه ارسم بشكل صغير بدون اي قيود، وده علشان تجبر تفكيرك على انه يكون محدد في حاجه واحده، وده علشان خاطر تقلل عدد العوامل اللي انت بتفكر فيها وانت بتشتغل. بمعنى انت لو بترسم على مساحه كبيره شويه هتبدا تفكر في تفاصيل لسه بدري جدا عليها في المشروع، لكن لما تبدا تفكر في الحجم الصغير ده بتبدا تجبر تفكيرك ان هو يبقى محدود في حاجه او اتنين بالكتير مش اكتر. وده المطلوب، ان انت تبدا تبقى مدقق في الخطوات بتاعتك علشان خاطر المنتج النهائي يبقى فيه اقل عدد ممكن من الاخطاء، اللي هي الاخطاء اللي احنا بنقول عليها نقدر نتسامح فيها. وزي ما قلنا ان السكتشات دي او المرحله دي من التصميم ليك انت، بتاعتك انت. يمكن السوشيال ميديا خلتنا نبدا نحط في ذهننا فكره ان لازم السكتشات بتاعتك تبقى مثاليه ولازم خطك في الكتابه يبقى مثالي عشان تقدر تطلع حاجه كويسه، لكن طبعا غلط، لان حاجه زي كده بتيجي لوحدها مع الوقت ومع الممارسه. والشغل اليدوي عامه كل ما اخد منك وقت اكبر كل ما بقت دقتك في استخدام الادوات بتاعتك دي احسن بكتير. هنكتفي في الفيديو ده بالعنصر الاول والتاني، وان شاء الله في باقي السلسله هنكمل بقى العناصر بتاعتنا عادي.